السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي المغاربة، كنتمنى من الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت نتكلم على الاسترزاق أو مرتزقة اليوتيوب. كاين عندنا جوج اليوم، كاين هذا وكاين هذا. هذا محمود غريب وهذا أبو البيس. هاد الجوج عندهم نفس التوجه، نفس يعني طينة وحدة. واحد كيكذب على المغاربة والثاني كيكذب على الجزائريين. علاش؟ باش يكسبوا المشاهدات والتفاعل. نبدا بابو البيس لانه هو اللي كيخصنا اكثر، يعني كمغاربه. ابو البيس، تاريخنا يشفع لنا 12 قرن قادره انها تدافع عن المغرب. عند المغرب رجاله واولاده اللي قادرين يدافعوا عليه كالاسود. يعني ما محتاجينش حنا البراني باش يدافع علينا. كاينين بعض الاخوه المصريين اللي عاشوا في المغرب، يعني كيتقاسموا الهواء ديال المغرب معنا، وكنعرفوهم بانهم كيبغيو المغرب. هاد الناس هادو كنتمن عليهم وكنشيد بهم، ولكن مثل هاد بولبيس هذا اللي كيحط بعض المرات عناوين كاذبه والاخبار كاذبه، فهذا لا يشرفني كمغربي. المغرب كيف قلت لك عنده تاريخ ديال 12 قرن. فقط مدينة فاس، فقط مدينة فاس تاريخها وتجارتها وصناعتها اللي كانت كتمول أكثر من 4000 مصنع في الأندلس. فهذا فقط لوحده يكفي للدفاع عن تاريخ المغرب. والمغاربة عندهم الحمد لله عندهم أشداء اللي قادرين أنهم يمرغوا وجوه الكراغلة في الأرض. كاين عندنا السنايبي، كاين عندنا نعوم، كاين عندنا السي سعيد أبرنوس، كاينين عندنا بزاف. حنا فقط ناس، يعني ما غاديش نقولوا على نفسنا أننا علماء ولا باحثين، ولكن قادرين ندافعوا لأن عارفين تاريخ بلادنا. فلهذا أخ أبو البيس، نهار اللي تحط شي عنوان ما تحطش بحال العنوان ديال اليوم ديال تبون يعاقب لاعب جزائري، وما دخلتيش حتى في التفاصيل ديالها، حتى التفاصيل ديالها ما دخلتي لهاش. وهذه كذبه اللي حنا ما كنبغيوش ندخلوا في، يعني حنا عندنا تاريخنا، ما نبغيوش نبينوا للناس اننا كنكذبوا باش نشوهوا صوره ديال لاعب اخر او اي خبر زائف. ما بغيناش يكون باسم المغاربه. نمشيو لعند الطفل الصغير محمود غريب. هذا الشخص هذا بعض المرات الهرطقات ديالو تصل حتى سب المغرب، وإحنا كنعرفوا بأنه فقط يكسب تفاعل الجزائريين لأنه شوف سبحان الله، طينة ديال الإنسان كتلاقى. شعب جزائري شعب عزيز عليه السبان والشتم، وكيمشيو لها الناس اللي في نفس الطينه ديالهم. بحال هذا محمود غريب بعض المرات كيحط تحليل لشي حدث ما، تحليل في واد والحدث في واد، كيهز داكشي اللي كاين في الفيسبوك وكيحطو وكيدير عليه فيديو وناهيك على السب والشتم. يعني هذا الانسان انا كنفضل كمغاربه ما نعطيوهش مساحه، ما نوصلوش، يعني نرفعوا له التفاعل ديالو. كما كتعرفوا حنا مغاربه الحمد لله حنا واجدين لاي وقت باش ندافعوا على البلد ديالنا باحترام، واللي غلط كنردوا عليه بالادله وبنفس المستوى ديالو. راه ما غاديش نخليوه يغلط وحنا ما ردوش عليه. فلهذا كنتمنى من المغاربه اللي كيدخلوا يشاهدوا هذا الطفل المصري او هذا ابو البيس، كنتمنى انهم ما يشاهدوهمش، لأن هاد الجوج هادو مرتزقة اليوتيوب. راه ما عندهم غرض لا بحب المغرب ولا بحب الجزائر. أبو البيس كيستغل الصحراء المغربية، الآخر كيستغل العسكر الجزائري والأخبار والتزييف وكل شيء. فلهذا كنتمنى من الإخوة المغاربة أي مغربي كيشاهد هذا الفيديو بغيتكم تبارطاجيوه باش كل شيء يعرف هذا الفيديو وكل شيء يشوف هذا الفيديو. هاد الناس هادو خصنا نوقفوا عليهم المشاهدات، ما خصناش نبقاو ندخلوا نتفرجوا فيهم ولا نعطيوهم دعم ولا نعطيوهم حتى وقت،
لأنه هاد الناس بالنسبة لي مرتزقة لا يستحقون المشاهدة. كنتمنى من الله هذا الفيديو تنشروه وتدعمونا بلي جيم، وتدعمونا بالاشتراكات ديالكم وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.